الطبق التقليدي اللي يحبوه كامل الشعب الجزائري. بمناسبه عاشوراء قلت علاش لا ما نشاركش معكم طبق تقليدي اللي هو شخشوخه او الشخشوخه البسكريه، واحد الصوص عاقده وبزاف بنينه، صراحه ما راحينش تشبعوا منها. سجلوا عندكم الوصفه وجربوها. اول حاجه نجيبوا كوكو تمين نحطوا فيها الدجاج، تقدروا ما نديروا اللحم نقلوه مليح، وبعد نضيفوا ليه حبه ونص تاع بصل مفرومه في الناعم، ونضيفوا توابل، عندي فلفله حمراء، فلفل الكحل، شويه تاع الملح، وواحد مكعب مرق الدجاج. بالنسبه للحمص حنستعمل حمص تاع بونو اللي يجي ديكازي، طيب غير في 5 دقائق، وثاني فيه دو فورما، كاين اللي فيها 300 غرام وكاين اللي فيها 580. ما راحش نديرو دروك، راح نخليه حتى مع التالي. راح نضيف 2 حبات طماطم مفرومين، ملعقه كبيره طماطم مصبره. والنصيحه اللي نبداها لكم باش المرقه تاعكم تجي بنينه، لازم عليكم تقلوا كامل المكونات مليح وتعطوهم حقهم حتى تحصلوا على هذا الصوص. دروك راح المرق قبل ما يكون سخون نغلق لا كوكوط ونخليها واحد 25 مينوت حتى يطيب هذاك الدجاج، ونعاودوا نفتحوا عليها، نحو الدجاج تاعنا نخلوه يتحمر، نصفي لاصوص، نحط فيها البطاطا نخليها طيب، ونضيف ثاني الحمص اللي قلت لكم يطيب فيه 5 دقائق، وما تحتاجوش انكم تبيتوه في الماء. دروك راح نجيبوا هنا الوراق تاع الشخشوخه، صراحه انا كنت شريتهم على وحده تخدمهم بزاف هايلين، نقسمهم هكذا قطع صغار، نبخرهم، ومن بعد نروح نجيب الصحن اللي راح نقدم فيه، ندير طبقه تاع الشخشوخه، نسقي بالمرق، نعاود ندير طبقه ثانيه، والتزيين يبقى لكم اختيار. وهذه هي الوصفه. لمزيد من الوصفات ما تنساوش ديروا ابوني في لاباج تاع بونو، تجربوا هذه الوصفه وتبارطاجوها.